Well, the latest U.S. strikes appear concentrated around Iran's southern Gulf Coast and the Strait of Hormuz. Reported targets include military and naval facilities around Bushehr, the Greater Tamb Island, Bandar Abbas and Keshem Island, along with several other areas. Additional locations that were hit on the southern coast include Jask, Sirik, Konarak and Chabahar. Explosions were also reported near the capital Tehran, targeting military and command-related infrastructure. Well, let's now speak to Lieutenant سلام تخطاطل تنايت channel كما يتقونوا تبوكت كونوا ناي وتر نيتنان بحكناني ولو ممكن وتروح قداسن وانا وانت صوتات حزنا لكم متينا لنا سام ودا تمد نايز مدام سنه صنعوا بخبرنا عجم كم وترو لايك نا قبركم تو حدا غزي كم زوان زرعوا زرقوا فيديو زعصقولو كده كنتات الله مس يوتيوب بزح وق سلا زخونه زعصوا له كنتات الله تطوزبلوا له كنتات الله زحلو وش زي قبروا له غزي الله سلا لايك نا قبركم كومنت تصحيفكم تعي سراح مقانو حجاز سراح مقانو تصحيفكم وانك حجز خاليهم بزح حقوز قوتي تلو زي كان اللي صعب كده ستيل تحقوز قوتكم فتحهم صم زهنا نزرارب قلنا علينا they always have إسرائيل بحماقة تمثلوا نقر كون كله يدخل حقتاتهم ناتك بركة خلي they always find the reason to مهنياتو دول اليوم كشجاع روحاقن anyway كفتني نادر كسب استوسنا زي دحريو قن دحربو قاتي لهم قن ويفين قد فينا يقول عن قبرنا مالتي بزخوني لايك مقبار تقفكم ما يتبدلوا تمالي هجي دار كامل فيديو تات كم ربيشوا الناس لزوا علي ولا تفكروا عليه بزخوني كان قتلنا حجون نالو مارستي كم تري وزر لهم أمريكا ببسحي متقعد تقبر كم زلا أيات زخوني وجيز كايد زلو من هالبعد ميديانا أمريكا خمسة دل عبريتا زي بالنازل له دايما دايلو نتكون تعبسو سلزدل زلو مبر كبيت زخوني دبدابي مزكايد زلو إيران بقمتالو كم قبر ملس دما كبيت زخوني قبر ملس تبالا لازم تمفتات نايزم حيلتا نابر تعيز غيزل now there is a reason that نقرأ تحبول كان تفتينو مهنياتو تكوينات out of control كخيل كم زخل يردوم سلو زلو يجي تكوينات ما كم زلو نحرب بس كزرب جميرو بتعداقات كبالاشي أمريكا دما نتعدا دونالد ترامب لما تيدللو تعداقات أزنجكا نيران مهراب تعداقات كي تربشه قطبا كي تربشه نيران كتداخل ملو تخل من قديز كأل تغينو كومو خقبريز دال زلو سلزي إيرانويان لما تقن ناتو مسرح نتكوينات ني إيران أمريكا ترى كونسنا عالم ملوك صار الخمس غلق قبوين زلمة تاني مالتيو ندونالد ترامب تو كويناس كبور كونك خلالو تتوقع تقين تديله وق ني أمريكا ربح خمس اللو يفضيو أسوار بتقاسن قال ملان أنوات مرادد نتقو طبعا أمريكا حجازي أسوار زفيا كامباين تنسل لو أنوات كفريق كوردو خلو نعم كيس معام يخلي أنوات زوردو زلوجن نعم أنت مالي شاب طبعا شجرت فترة لو نخالد مش عرفتو من شجرت فترة تقين ترايم تتوقع بالوزن قلت لذي إيران نتقينات كل زيادة تقانزا ناب أمريكا كلها كم زبز حكت جبريات دلي زخاء بمنقدة تنهجرات خليج كاو حليف كاون نزي وش متحول مستقلال لبوز وسنجرات بمعزة مالتي كلت يوم حيلتاتنا ناتم كاردتات كتقومي يوم زفت نزلوا كبيت زخونة بفتاة دمين عن ريال زلنا بزح سب دما شغلات غيروا للهم تري وزلهم جي تي متفاتاتنا سفحة نحيله نبرتعي قيد كم زلين عند رزلنا نخنديك غصلين بخمسين أبيهم تتوقفلو انتهيهم كقبرنا يكسموف زفلت نجار يلن ناقل نزلوا ريبورت ناقبرنا لكم كنكيدنا نغط صديقي أبزيا انتهيهم اللو ريوه Right around this area where you see this red dot is about 120 miles off the Gulf of Oman. There's an army barracks there that's been hit. Reportedly 7 troops killed on behalf of the Iranians. About 250 at a minimum were wounded. So also in the same area, this is where the blockade had been initiated for about a month and a half time. And that's been put back into place yet again. Already we're hearing from CENTCOM that 2 commercial vessels have been rerouted since this began as of 4 o'clock local time yesterday. I want to bring it Dan Hoffman. كم تري وصل لهم أمريكا ني إيران أب كداخل اللي خليه أب زبالو تيا تحرم زلا أب بزح بوتاتات إن فاكت أب تكباب إتواز قبول زلو بوتاتاتون كسب شوعات وتحضرات نامي إيران تقتلهم كم زلو معسكر سلزهر مويون ناس وار بوتاريون على نايبلو سبب تبيتن همسان وتحضرات قصيلو مالونا إيران بلو سلزي بإيران دمان نزخون زوردهم حدقا برملسي قبل له يب لتكوينات نصور زخون ريبورتي وهابي لن بفلاي بوغن أمريكا يزبال أمريكا أبزي بفلاي بحرين دي أبكالي بزوع بيزات هيرا مالو أبت بيزات موت حضرات اللوية سلازي انت عينت حدا قاي وردو مالو انت عين شقر وردو مالو تغلى اللي تحب يزال لزحبري تازي انت دونالد ترامب لنكني دارقا
ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ዘሎ ኣብ ባይታ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ዘረባ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ባይታ እቲ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ መሬት ክግበር ከም ዝኽእል እቲ ኩናት ዝግለጽ ሓበሬታ ዳርጋ ብተደጋጋሚ ክንሰምዖ ጀሚርና ኣለና እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ግራውንድ ናይ መሬት ውግእ ማለት እዩ እቲ ዝኸፈ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ኣብ መሬት እዩ ራይ ንኢራን ብመሬት ዝግበር ኩናት ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ ዝሓሸ ብለኩም ኣሎ ኣሜሪካ ብማዕዶ ክትገብሮ ትኽእል ሓደጋ ትሪእዎ ኣሎ ዓይነት ሚሳይላት ይኹን ሓይሊ ኣየራ ይኹን ገለመለ ከቢድ ሓደጋ ከተውርድ ትኽእል እያ ኣብ ባይታ እንተመፂኦም ግን ኣሜሪካውያን ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ባይታ እንድሕር መፂኦም ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካውያን ዋላ እኳ ዓወት ከነምፅእ ቦታ ንቋፀር ንሱ ሕግዛና እንተበሉ ሞት ግን ሽዑ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ግራውንድ ዎር ዝበሃል እቲ ኣብ መሬት ክግበር ዝኽእል ኩናት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ and then there is this debate ብዙሓት ሰባት ዝዛረብሉ ዘሎ about ground troops in Iran is, well, you go ahead and listen. This is B1. You posted today on Truth Social comments that you made back in 1988 about Karg Island. And at the time you said, one bullet shot at one of our men or ships, and I'd do a number on Karg Island, I'd go in and take it. Yeah. Do you still intend to take Karg Island? So I can't say that to you because if I did, it would be foolish, right? But every night it would make a little headlines, but it would be foolish. But I'll tell you about Karg Island. So we've already... Are you ruling out a ground campaign in a limited capacity? I don't want to say that either, but I would say no if I thought it was appropriate. I'd say sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. But we already hit Karg Island, as you know, twice. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 1988 ኣቢሉ ብዛዕባ እዚ ካግ ኣይላንድ ከመይ ገይሩ ሰሚዕዎ ሽዑ እኳ ይርዳእነኒ ግን ነዛ ካግ ኣይላንድ ትበሃል ዳርጋ እዛ ካግ ኣይላንድ ትበሃል ኣብ ኢራን ማለት እዩ ዝበፅሕ ነዳድናታ ዝፃረየላ ቦታ እያ ገለገሊኦም ልቢ ናይ ኢራን እዮም ዝብልዋ ልቢ እንታይ እያ ትገብር ደም ትጭንጉዕ ምሽ እቲ ደም ድማ ናብ ኣእምሮኻ ናብ እግርኻ ናብ ኢድካ ናብ ኩሉ ኣካላትካ እናኸደ ዘንቀሳቕሰካ ስለዚ ልቢ ማለት ድኻም ልቢ ወይ ከዓ ሃርት ፌይለር ልብኻ ፌይል ተገይራ ህይወትካ ፌይል ይገብር እዩ ልብኻ እንድሕር ጠጠው ኢላ ህይወቱን ጠጠው ይብል ከም ዝበሃል እታ ካግ ኣይላንድ ትበሃል ድማ ከም ልቢ ናይ ኢራን እያ ትቁፀር ምክንያቱ ዝበፅሕ ነዳድናታ ኣብ ኣዩ ሪፋይነር ናቱን ገለምለም ቡ ገይሩ ይወፅእ ስለዚ ነዚኣ ሓሪምና እንተተቆፃፂርና ኢራን ቁጠባናቶም ክርመስ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ግን እቲ ዘረባ ግን ቀደም ኢራን ዶናልድ ትራምፕ ቀደም ዝበለ እዩ ሎሚ ሽዑ ቅርብ እሽው ኢሉ ከሎ ዝበለ ሎሚ ካግ ኣይላንድ ስለዝሓዝካ ጥራይ ኢራን ዝወደቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልተ ኩናት ናይ ኢራን እውን ነዚ ቦታታት ዝተቆፃፂሮሞ ነይሮም እዮም እንታይ ማለት እዩ ኢራናውያን መኪቶም ክመልስዎ ዝኽእሉ እዮም ካልኣይ ድማ ብዚ ሕጂ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ካግ ኣይላንድ ሰራዊት ኢቲኻ እንድሕሪ ሒዝካ እያ ንኢራን ቀሪብካዮም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኻ እሶም ድቑዑ ክገብሩካ ክእሉ እዮም ኣብ ርሑቕ ከለዉ ዘይገለፉኻሲ ኣብ መንጋጎም መፂኻዮም ብምንታይ ካ ክትከላኸሎም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ካልኩሌሽንስ ናቱ ኣብ ኩንነት ተመርኪሱ ዝዛረብ ይመስል ደይዋፅኦ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ብማዕደዳ ክንሃርማ ንኽእል እምበር ናብቲ ቦታ ተኣቲኻ ከቢድ ካልኣይ ድማ ኣብ ባይታ ኩናት ክትገብር ኢኻ ዝበሃል ዘረባ ማርያም ዝደፋፍዎ ዘለዎ እቶም ፎክስ ከምኡንቲ ናይ እስራኤል ፀቅዒ ዘበለ ኩሉ ኣብ ባይታ ኣትዩ ኩናት ክገብር ማርያም ዝደፋፍዎ ዘሎ እሱ ግን ንሕና ወላ እውን ኣብ ባይታ ወሪደ ኩናት ክገብር ተኮይነ ብካልእ መንገዲ ኢና ክንገብሮ የብላ ኣሎ ብካልእ ዘረባ ንኩርዳውያን ወይ ንካልኦት ኢና ክንሰድድ እምበር ሰራዊት ንሕና ክንሰድድ ኣይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ርዱ እዩ ክዕወት ከምዘይክእል ስለ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ኩርዳውያን እንዲኦም ካልኦት ግብረ ሽበራ ሓይሊ ኣቆይሙ ድዩ ገለ ገይሩ ባእታቶም ገይሩ ክፍትን ከም ዝኽእል ዳርጋ ሚድያታት ናይ እስራኤል ንሓያል እዋን ክዛረብሉ ፀኒሖም እዮም እስራኤል ነቶም ኩርዳውያን ኣዳልያቶም ከም ዝነበረት ንኢራን ወራር ንኸካይዱ ኣጋጣሚ ግን ኣብ መንጎ እቲ መስርዕ ፋሕ ከም ዝበሎምን ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ቁጥዕ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር እዚ ኣብቲ ሚድያ ናይ እስራኤል ዝያዳ ሓቅታት ኣብኡ ዝወፅእ ካብዚ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣንጻር ኣሜሪካ እዩ ዝሰርሕ ሜይንስትሪም ሚድያ እንተተባሃለ መገናን ኣይኮነ ናይ እስራኤል ሚድያ ብዛዕባ እስራኤል ዝበለፀ ሓቂ ዘውፅስ እዩ ናይ ኣሜሪካ ብጀካ ፕሮፓጋንዳ ናይ እስራኤል ካልእ ነገር ዝገብርዎ የብሎም መዋረድቲ እዮም ዳርጋ ኣሜሪካውያን ቦም ይሓፍሩ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ክሳብ ክንዲዚ ዲኻ ኣንጻር ረብሓ ሃገርካ ክትከይድ ትኽእል ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሚድያ ኤርቲቪሲ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ጥራይ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ እንተሰማዓካ መረ ትቆጣዕ ምሽ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዮም እዞም ናይ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ሲኤንኤን ፎክሶም ኩላቶም ንእስራኤል ዘርብሕ በር ንኣሜሪካ ዘርብሕ ኣይገብሩ ንእስራኤል ክነቕፉ ይክእሉ እዮም ክሳብ ክንዲዚ እዮም ኮንትሮል ዝኾነ ሚድያ ዘሎ ብግምጣሉት እስራኤል ሓውሲ ዲሞክራት ነቲ ነተንያሁ ዝቃወሞ ሚድያታት እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ስለምንታይ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኩሉ እቲ ርስሓት ዝገብሮ ዘሎ ሕማቕ ዝገብሮ ዘሎ ተቢዖም ዝዛረቡ ሰብ ተቢዖም ሕጂ ብዛዕባ ነተንያሁን እስራኤልን ሕማቕ ፕላናት ናቱ ካብ ናይ እስራኤል ሚድያ ይስረኽቡ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ
ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ናቶ ሚድያ ኣብ ብዙሕ ነገራት ስለ ትረኽቦ ንኩሉ ከም ቪድዮ ጌርካ ከተቕርቦ ፀገም ስለ ዝኾነ anyway let's go back to ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘሎ በዓል ፕሮፌሰር ፔፕ እንታይ ይብሉ even 3 times I said hit everything but the oil, just leave that little area from 25 yards out, leave that little area, don't touch the oil, because I don't want that in terms of the world economy. It's it's a chunk of the world economy, so we haven't hit that. At some point we could, but I think it's unlikely. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back. All right, so we had hoped that we had somehow escaped the escalation trap into the warm embrace of the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. Unfortunately, it seems like that trap is cinched just as tightly around a new phase. And joining us to discuss kind of what that new phase is University of Chicago Professor Robert Pape. Professor, thanks for being here. Yeah, you got it. So, hoping that we had moved on. Not quite. What was it? In your assessment, that kind of pulled us back in? Yes, well, thank you for talking about this. ፕሮፌሰር ፔፕ ማለት ነዚ ኩናት እዚ ቅድሚቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ኣቐዲሙ ዝፅሕፎ ዘሎን ዘንብቦ ዝትንትኖ ዘሎን ሰብ እዩ ስለዚ ናብ ሓድሽ ገጽ ናይቲ ኤስካሌሽን ትራፕ ትብል ፅሑፋት ዝዝርግሑ ዘሎ እንተ ሂዛ ሓደ ካብቶም ቶፕ ኣናሊሲስ ናይዚ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ እዩ ሕጂ ናብ ሓድሽ መድረኽ ኣቲና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እቲ ሓድሽ መድረኽ ተኣትዩ ዘሎ ማለት እዚ ኤምኦዩ ክፍረም ከሎ እቲ ኩነታት ክቕየር ከሎ እንታይ ብል ነይሩ ፕሮፌሰር ፔፕ ክፈርስ ምዃኑ ርግፀኛ እየ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኩናት ክምለስ ምዃኑ ግዱእ እዩ ስለምንታይ ኢራናውያን ቤላ ገይሮም ሒዞም እዮም ኢራናውያን ከጥፍእዎ ኢሎም ተበጊሶም እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደው ኣብ ስዕረት ናቱ ተቐቢሉ ተሳዒረ ኢሉ ክሃድም ኣሎ ነዚ ክገብራ ከቢድ እዩ ንዑ ኢሉ ስለዚ ንዓዘ ይገብር ተኮይኑ ግዜ ወሲዱ ናብ ኩናት ክምለስ እዩ ኢልዎ ክምለስ እዩ ዝኩሉ ሰላም እናተባሃለ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ገብር ገለ ክበሃል ከሎ ፕሮፌሰር ፔፕ ግን ኣም ሶሪ ኣነ ኩናት ስለ ዝደሊኩም ናብ ኩናት ክምለስ እዩ ክብል ኣብ ስምፂ የልኩም ነይረ ሂዝ ራይት ካብ ሕጂ ንድሓር ንሱ ዝብሎ ይትሓቂ ካብ ኩናት ጅምር ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ነጊርኒ እዩ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዝኾነ ስማርት ቦምብስ ትራፕ የሚልዎ እቶም በላሕቲ ቦምባታት ናይ ኣሜሪካ ጥብጥብ ከብልዎ ከለዉ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃልኩም ይኽእል እዩ ብኡ ስርዓት ኣይቅየርኒ እዩ ክገርመኩም እቲ ቦምባታት እቲ ፀገም ኣለዎ ንባዕሉ እዩ መጠን እቲ ዝሃሰኻዮ መጠኑ እቲ ህዝቢ ኣንፃርካ እዩ ዝለዓል ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ስርዓት ክኣልየልካ ትፅበዮ ኣንፃርካ እዩ ዝኸውን እዩ ኣብ ኢራቅ ተሰዓርናዮ ቦምባታት ስለ ዝወሓደና ኣይኮነን እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሰዓርናዮ ቦምባታትን ነፈርትን ስለ ዝወሓደና ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ትገብሮ ዕንወት እቲ ህዝቢ ኣባኻ ዘለዎ እምነት ናባል ንእሽት እምነት ተገይሩ ኣንፃርካ እዩ ዝለዓል ቅድሚ ምክንያቱ ዓዲ ኢኻ ተብርሰሉ ዘለካ ዓዱ ተብርሰሉ ኣለካ ሃገሩ ተብርሰሉ ኣለካ እንደይኖ እኹል ኣብነታት ድማ ኣለዎ ሊብያ እንታይ ጌርካ ሱርያ እንታይ ጌርካ ይርኢ ስለ ዘሎ ዓያሽ ይኮኑ ስለዚ ካብቲ ቦምባታትካ ዝመፅእ ሽሻይ ከም ዘየለ ስለ ዝፈልጡ ክምክቱ ኸ ክቃለሱ ኸ ተተቃሊሶም ከዓ ክስዕሩ ኸ ናብ ንቐፅል እንታይ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ርኢቡ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ስለምንታይ ክሳዕ ክንደዚ ንግደሰሉ ኣለና ዝብል ሰብ ኣሎ ባሃም ዝኾነ ሰብ ታሪክ ክፍፀም ከሎ 10 ግዜ ዝተፈፀመ ታሪክ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ዳ ምንታይ ክንገብር ከም ሱርያ ኣሜሪካ ክትኣትወና ኣለዋ ከም ሊብያ ኣሜሪካ ክትኣትወና ኣለዋ እናበለ ዝዛረብ ሰብ ስለ ዘለና ሊብያ ኣሜሪካ እቲኣ እንታይ ከም ትገብር ውፅኢት ዶ ትሪኦ ኣለካ ካብዚ ክትመሃር ኣይትኽእል ካብዚ ንላዕሊ ትምህርቲ ኣብ ሂወት ክህልወካ ይኽእል ሰብ ለባም ከመኽረካ ቀሊል ግን ናይ ለባም መኽረሲ ብዓይንኻን ብእዝንኻን ትሰምዖ ኣለካ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ድማ ይነግሩካ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ትምህርቲ የለን ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ትወስድን ኢኻ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ዝመሃር ሰብ ብ100 ዓመት ዝነበረ ለሰንስ ናይ ሂስትሪ ክመሃር እዮም ዝነግርዎ ኩሉ እቲ ታሪክ ኩናት ናይ ገለ ናይ ዓድዋ ኩናት ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ሰውራ ናይ ኤርትራ ኩሉ እዚ ክትመሃር ከለካ ነቲ ኩናት ክትፈልጦ ኢሎም ኣይኮኑ ዝነግሩካ ሌሰንስ ካብቲ ኩናት እንታይ ተማሂርካ ክትፈልጥ ስለ ዝደልዩካ እዩ እሱ ከይድገመካ ምንታ ፀላኢ ዝገብሮ ዝነበረ ዝኩሉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክትፈልጦ ዘለካ እኮ ነቲ ታሪክ ንስለ ታሪክ ንክትፈልጦ ኣይኮነን ክድገም ስለ ዝኽእል ተዳሊኻ ንክትፀንሕ ተዳሊኻ ታሪክ ኩሉ ግዜ ናይ ምድጋም ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣገባብ ቀይሩ ይመፅእ ግን ይድገም እዩ ስለዚ ነቲ ዝድገም ታሪክ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ክትዳለወሉ ኣለካ ክትዳለወሉ ድማ ቅድሚ ሕጂ ስታገ ዘጋጥመ ነገራት ተፈሊጥካ ጥራይ ክትዳለወሉ ተደይላ ሓድሽ ነገር ይናእኻ ሓድሽ ነገር ተኮይኑ ድማ ኣብ ሓድሽ ነገር ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ሓደ ነገር ሰለስተ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥመካ ተኮይኑ እንታይ ከም ዝመፀካ ስለ ትፈልጥ ምድላዋትካ ድማ ምስ ዝመጣጠን ይኸውን ጌጋታት ትገብሮ ድማ ተውዕል ሓደ ታሪክ ዘይነብብ ሰብ ግን ኢትዮጵያ ክትመፁ ከላ ሕጂ ከምደበ ትመፁ ዘላ ኮይኑ ክትጨንቆ ኸሉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝፈልጥ ግን ሓድሽ ነገር የለን እዩ
راي عملهم يمسكوا بزلهم تايم كوجو تايكن كبرنا تاجروا كم حجي نساتهم كاب تاريخهم دمهارو عين سبعة يكون بزوج زينة جرنا كنا كاب تاريخهم تبي عين مهاروني تمغنيات دما بزوج زينة جرهم كنا هذا سرعة غير كله نتي استابليشمنت بمولي يزبكره أبي مسمى كله وتهدر جنرالات نهي تجارب يمزمر ونيرون كله ما ليوب بمروحات مقلم مليول بس لازم حدشتي نتونا يقدم كي يسمعوا حدش تاريخ صار حيفتن نتكلم زين تاريخين بقوني لكم لما أبي ترورات قبري فتن درج مسودة بمولي جنرالاتهم وتهدراتهم ميتم هو حتمتي هو حتم حدش تاريخ قبر فتين درج نتونا هل سلاسة قتيلو حدش نجار قبر فتين كابت إذا حل فسر عسل زي معارو حدش نجار قبري لم يبقسوا ما بزحت كل زيادة ما نبي يرتراب في اللاي ودك ترايدن تعلم قبل ودك ده يكون ناي سيستم ودك تيزقاتمو نملس الجبزي. This is really quite a tragic moment. We're entering some of the most dangerous weeks of this war, quite likely. And people are thinking, well, this is just a return to, say, March or early April. It could be much worse than that. And we haven't gotten there yet. But where we are at is very predictable. So as you'll recall, there have been 3 core stages of the escalation trap. Stage 1 is where you have regime change bombing that kills leaders, but leaves America weaker because you get a stage 2, which is although we kill the leaders and hit targets, Iran lashes back in a horizontal escalation campaign and takes Hormuz and now controls 20% of the world's energy. And we will take every effort. We tried punishment campaign for 6 weeks, air power, that failed. We tried 2-month blockade, that failed. And we are still where we are with stage 3, which is the ground power dilemma. So if you go to February 25th on the escalation trap, 3 days before the bombing, you'll see all these stages laid out before the war, and we would get to the ground power dilemma, and that's where we are today. Now, what is that dilemma? Either we physically take እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ተፈላለየ ስተጃት እንዲና ሓሊፍና ዘለና ብዙ ኩናት ዝብለና ኣሎ ብሓፈሻ ቀዳማይ ገጽ ኢራን ኣሜሪካ ተሃንዲዳ ምስ እስራኤል ኮይና ብቦምባታት ጌራ ሰዓት ክትቀየር ፈቲና ኣይሰለጠን ስቴጅ 1 ኣሜሪካ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ መራሕቲ ቀቲላ ኩሉ ጌራ ኣይሰለጠን ኢራን ድማ ከም ግብረ መልስናቱ ከም ሕሱም ክትሃርም ፈቲና እዩ ነቲ ኩሉ ቦታታት ግብረ መልሲ ይባ ስቴጅ 2 እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ بعطوان بخالين من قد فتينا أمريكا بلوكيد ناقبرت خمس ناقبرت قداتنا وسخت سانكشنز بزعطوا بز خمسي كمز ناقبرت بتي ايكونوميك سابوتاج جيرا نتزب كتلعلو نتيز لو كنتات فتاتينا وشت او سي اي ان قال ملان جيرم قال لك يورو تزغل تكون بزرت يورتات فتينا مال ستيج كلتون ايسر دحريو نعم سلام قصم خد فتينا اكال نتي ستيج كلتي تفلالي نغرات فتينا كله يشرح حجينا بساسا يسجدنا نسجرالنا انتهي سوغا بأكال سراويتي إتخاني موغا كونسبتيل سازي حجي زلو كنتات تزقبرو زلو زحرمو زلو بوتاتات لا تريخ أول وتحدراو مدقعتن خقبرو زدالو زلو ويوم دو مسلين نتو بوتاتات سرارو زلو سراويت كسردولو زغولو ويوم سراويتهم كفنولو زغولو من قدي انترخبلو زعر زلو ويوم دو مسلين نابنت ناي إيراق مراحلا كانت ناب أمريكا خيدو دونالد ترامب ترخيب نيرو سلازي بإيراق دوب مس إيران سلازلهم بإيراق جيرون بكرداوين دي بخالي جيرون وتهدراو سقمتي ناب إسرائيل ناب إيران قصهم كفتنو خوليا كاب مجمريا حساب زنبرة بإيراق كاب إيراق زبقس وتهدراو سقمت خبروا لزغل من قد انتو اللي يزبالي سلازي نا إيراق برايم مينستر ناب أمريكا خيدو مسو كندي ولا زلق بهالكن so there are some theories أبو خبر زغل نا إيران مرحول نتخلنا ناب إيراق خيدو مبصح غير نيرو سلازي تي جنبارتي ترترى لويك محجور إيراق أب سمانيتات نحد 10 عام زغلت على كوينات أنصار أمريكا أنصار إيران جيران إيراق بأمريكا بكلهم نتدقفت مالتي كميكالوات وارن قالن بزوج بنات فتسيمه صدام حسين كل مالتي سلازي كل سيناريو زلنا نجارات أمريكا أبتصال سيستج كل نجار نتي كنتات نمغيار كتفتني إيران كن تقصت بلا يكون نيلو بروفيسور بيب كوميز إيران دبعلا نتزل لو عقمي رابعي ميجر باور سلازون نتزل لو عقم المقبار بنات زربا أمريكا ولا حنت تلاقيها ني مرات كتورخم تخل إيراني زنقرسو سو اندحر أمريكا عطوا غيرنا زخونا ينقبرنا ندحري لهم إيران سوق قبل يكونون لهم إيران نتن هجرات علم نتن هجرات خليج كبر عوان كفتني أمي رجيم تشنج قبل كفتني إيفن كور عوان كفتني أمي سلز دي زقص حجاتي نازل لنا أمريكا خسر تديك إلى إيران كم تسعر فلوتيو حد يوم يكسر زلوا There's no way وانت حدا بحدا كفال عليه لزغل زي زر بزباز نبره كم زي قوتي نقدر نريس ولا أنا أقدر قليوس I hope يجاك خون بالنيرة ترى راديوم قال ما قد سفترول no حقي
ናይ ኣሜሪካ ባህሪ ስለ ዝፈልጦ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ስኮላር ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ስለያውን ዝነጥፍ ስለዚ ሂ ሃዝ አ ብሮደር ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ እዩ ዘለዎ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ንዓሰርተታት ዓመታት ድማ መፅናዕቲ ዘካየደሉ ኣርስቲ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ግን ኣሜሪካ ብዝሰፍሐ መንገዲ ክትሰዓረሉ ትኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዝበርትዕ መንገዲ ክትሰዓረሉ ትኽእል And you're seeing President Trump repositioning forces to do that. And we can talk about the details, including the ground operations, or we don't. And you get what I call stage 4, which is Iran becomes the fourth center of world power over the next year or so. It continues to control Hormuz and reap all the economic benefits from that. It spreads its sphere of influence here to basically go from Lebanon to the Red Sea to the Gulf. And you see they're basically beginning to do that. And then in about 18 months, they develop nuclear weapons. So this is the actual trajectory of what it means to simply not take Hormuz back, to walk away. And people keep thinking there's some third option. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ንኢራን ነቲ መድረክ ንምቕያር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ክትፍትን እያ ዝብል ዘሎ ኩሉ ነገር ክትገብር ክትፍትን እያ እንተዘይፈቲና ድማ ኣይክእልን እየ እንድሕር ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክሓድም እዩ እንተሃዲሙ ድማ ኢራን ስቕ ኢላ ክትርኢ ኮነትን ኢራን ድማ ፅልዋናታ ኣብቲ ከባቢያ ትራዲክኖስ ቀይሕ ባሕሪ መፅያ ንሊባኖስ ከይዳ بمنقد حزب الله بمنقد حوت كيرا سفير اوف انفلونس صواناتا مليسا كتحيلو كتفتنيا نا امريكا سي كيف تودنا بكينات ممكن تخلي ايراني مانياتو اتنا ايران صبلتنتن لا على قصا ممصان امريكا كواحد لا زي كبيدي زبل ايران ميجر باور كونسل زغل نعود مقبار ما امريكا تطوك تبلو لتخل حجي ترى نزا حجي زلان حرديك غيراتو there's no way اني بزخون يكون من قدر ايران تطوك تبلا يكونت اتنا ايران حيل دما كم زبلكم زلو اول ما تحرم مصر يكون ابكي بحرب متيون بزلا على درجه كعب سلا زغل امريكا دارجا تجدي داخل قبرت خل نغراتون الله انت زي اللي تزعبي سعرتنا امريكا كوندرو خين نديرلو تزعبي سعرتنا امريكا يزبال زلو كسا حجي تبصحي زلو امريكا كسا كندزي ابزن زحلفا 8 عمد بوحدو كسا كندزي دا فراسه يلا ابز حلفا 34 عمد تعري ودقتنا حبرت سوفيت دما نا امريكا كم زي لفيت نفيت قديمو سعرت كم تقبل زقمر حيلي يلا سلازي ايران رابعه يكون ولا سالساي ميجر باور تبلكها وندقباي معناته نا امريكا زاكل حيل بينو خاي يكون امريكا كلهم تبع اللايس نيتو تريوز تذكروا ان يوم لما راحنا نيتو بقى قرب تكبر على هذول نضرب اجوخا ترى ينزلوا اوروبا ملونكم ولا زي حجزوك مسؤولين تفتنوا قد اني امريكا تطو زوهاب حاجزات يكون تعالوا كل نجار لوجيستيكا حاجزات معها تحرا يبلونه تعامل ده دروس لزغنا سلازي نريز لنا كونتات ناي بحكي زقر من دست مني but again this is historic تاريخ اللي في السمزلو إذا تاريخ فتاة مازي بخمي من قد كودايو أبي تطوكبل I don't know أنا فلتني بس وايد ما معناتها وخن كهتلو زقر دكا لك كم زا تخطط فيلميزي أو تخطط فيلم بفيلم متاكم زودات تقمتي خازقن ما نم سبس فلتة إلا أنت ولد أنات تقم متونة يتخليها معناته أمريكا أزي حيالها قريب جي زو خالي نقرات غيرو نقرات نايم غيار كلاتهم كله خلي قد كساب حجين رياض لنا كله تدفتنا زل إيرانويا قد اللي هو يلو لذي زبس حزب عالم دم حكنا مزرعة إيران كتقواتي يستل زلا this is clear أبزي ولا حد سترات ريلا What do you make of this current American strategy? They're hitting Iranian islands like Karg, reportedly with low-flying drones. What does it tell you about the current military objective? There's three levels really, Dolly. The first one is obviously strategic, to try and get the Tehran regime, and we're not entirely sure what that is at the moment, what the power struggle is between the hardliners, IRGC, the pragmatists. Try and get them to come back and, I suppose, bring this whole regional issue to a conclusion, and that's nuclear, that's Strait of Hormuz, etc. At the operational level, as we call it, is trying to put a cordon sanitaire around the Strait of Hormuz, basically to force it open. And then at the tactical level, what you're seeing is attacks on command and control, on communications, surveillance. كم تريو زلهم تايم زلو دونالد ترامب فتنو زلو كله كيلا نايت كونتات ناتو قمقامي زبو زلو انتي قبريز فتن زلو بس كله متقاعد زقبرو زلو انتي تعلامة او قلقليو نتزلو ناي بحركو تصر حيلك بني زقلي زبلو يزقبر زلو كالد ما نتي كوماند اند كنترول نتي ازناي ازستي ويكناي ازبوتاتات ناي ايران تدخي ميو ناي اقار كينات تقبر كله خسي ادفانتجز كفتر اللي يخلي زبلة حساسبا زلو وني مسل معناته تزدقوا زلو موتات
تنا إيران تزاز محلها فلو ويونت بينات زمر حلو بوتات زبالة يزهرب زلو زمالت ما نتنا كوماند كنترول مالت تزازات محلها فجبابات نعوم بتاتيقا أورجنايز زي كون سراويت كتجبرمو دحرينة منقعد كمتش أكاد غير كنتات مفتقري يمسكوا زلو بكل من قدقن حدا نقري برهالكا دونالد ترامب بزح إكسبرمنت قبري قدرت كم زلو بزح حسابات كمن جون كفتنين قدرت كم زلو لكن أبايدا زرع لوطي بزح يمصو خمزة يلا he's trying to experiment بستفر على حسابات يفتاتن كم زلو لكن كساب هجرما زرع عوت وزرع وتسيد كم زي مصو زلون يزن قر زلو حتى بزي أقدم بلا كريكم زي لزنو بركو تي نزنو بلا زلنا ون أبسمعوه. You see it right there from CENTCOM, which says it's of an American aircraft firing a missile and disabling an empty tanker trying to reach an Iranian port. It's part of the naval blockade, which resumed yesterday. And as day 5 of airstrikes unfolded today, CNN has learned that President Trump has been receiving options for expanding military operations. According to 2 people familiar with the matter, it came up in a Situation Room meeting yesterday. Also, just a short time ago, the president went online announcing the release of an American woman who he says was detained in Iran in 2024. And a source familiar with the matter tells us she was detained, charged, and released on هجي كم تري وزلهم زي كاب سيتويشن رومز موت زلوا تاع مالتي دونالد ترامب استفل عليه مخري وهابو خمزلون زيادة دما مي نتكوينات نكسفو حسي بزح مخري وهابو خمزلون بزح اوبشن سي نقرو كمزلون تفل عليه مخرتاتي وهابو كمزلو يزن نقر زلو زي مالت دما ياتي ناي هقار وقن خقبر لنك انا دما نتنياهو ناو مسو كراخب مخاني يزن نقر زلو نتنياهو مس دونالد ترامب تراخيب مالت دما ديابلوس نديوسو ديابلوس دما حبابيلو ديو قلقيرو ديو افراري ديو مبزحت زي يعوتو لينا السباي سازي لنك انا كرف بيو انت مبزحت نفر هنا تحري ركب مس نتنياهو حماق نقر كقبر كم زغل انت حماق نبلا زلنا خقاتم كم زغل تراي مقمقام نخل مالتي سلازي اجين كل عينة حماق نقر كقبر يفتن كم زلون مراخب تي انت مركبنا ايران وانت حري ما خمزلا دحر تعصوا مالتي زخانه تعصوا انا زي تختل زول كم زهر مزلون كم تري وزلهم حد أمريكا وزيكاون تأثير زنبرة كم استفتح يزب إذن الكرسلو and زي دونالد ترامب سأسرد كلام لالو so the United States of America appreciated this gesture of goodwill by إيرانويان نزنا جرزي مقهرون كم سنبون غيرين أندريو يبلالو أنتم إيرانويان كل جزء نتي كوينات كأبزيت دليل كوينات نغير كيد نمغير بزحت بقصتاتن فتناتن قبريو. nice words, a nice action followed by nice words. How do you get to the next step and get progress? First of all, it is such positive news whenever we have an American citizen who's been wrongfully detained free. So this is good news, regardless of what Iranian tensions would be. And I agree it's an important good faith gesture. Right now, the Trump administration is pursuing what it thinks is a squeeze play. So there's the continuous military strikes, but there's also a naval blockade, which is a separate and very serious act of war in which Iranian ships are not getting in or out. And the extremely generous terms of the MOU that Iran experienced for 30 days enabled this very significant cash windfall, cash influx into Iran because it was able to sell its oil at market prices. And so what the Iranians are fighting about right now is only, as Brett said, who gets to determine transit in the Strait of Hormuz. This is the Iranian sign-up sheet, basically. So انت ام زبل زلو مجمريات امريكا ومفتحو صبو نغير يوم زبل زلو كاوكتيلوم دونالد ترامب نتي ناي ابد ايران زخطول زنبرت صبو تبقصوتات غريفو نابتي زغدد تصابوتاتن وددرن ناي صليا كايدان اتيكم زلون كلتيم دما ماكسيمم حيلي تقامون نتا اجنداناتهم بحيل خطقبروا يفتنو خمزلون يزنكر ايران اتي بغدا كان لكم ينادو خمس قالت بلوو بو بزي ربح كم زلون فلتيم كن كنت وشمت حرموز بمقصصار كمصون زخلا يكون زلاقنت يبلون غدا كان لكم ينادو قالوا ديلوم زلو إيرانويان سلامتاي يقبلوا وي حراي لهم نتي أمريكا تدل زي قبروا نزبل تملص قليلي إقران إلنا مالنا يقولوا لك كم زحجي أبتاز اللي جزء زخون يكون كم شادي حنكلات نزبل مخنيات همزي بتقدا كل ماليسنا لنا نخبل أبيدس لزغني سلزي بقدا ناتهم أطول كاتفتينه استراتيجيكاوي ليفرج نات كلام ما دحرارك كيف كان تودي على تجي بتقدا همز ملسوا فلتير سلزي بتقدا من حال زجدان إن دونالد ترامب أمريكان تهيوي لما وشمت هرمز سلزي وشمت هرمز
ሙሉ በሙሉ ተተቆጻጽርናዮ በፍንጫ ከም ዘልዕሎ ክንገብሮ ንኽእል ኢና በፍንጫ ፈቲዶ ይኮነ ደስ ኢልዎ ደይኮነስ በፍንጫ እንተዓፅይዎ ድማ ቃንዛናቱ ንዑ ዝያዳ ከም ዝስምዖ ክንገብር ኢና ዝብል እዩ ስለዚ ኢራናውያን they know what's good for them ኣብ ድነውሓ ግዜ እንታይ ከዋፅኦም ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ክሽክዖም ዝፍትን ዘሎ ልክዕ ከምዘይ ንቆልዓሲ ገለገለ ነገር ክትቦ እንተደሊኻስ ጥዑም ነገር ኣብ ኣፍ ትገብረሉ ሃህ ምስ በለ ሽዑ እቲ መድሃኒት ክትቦ ትኽእል ከምታት ከምኡ ገይሩ ከጥብሮም ይትፍትን ዘሎ ዘይፈልጦ ግን ንዑ ከም ቆልዓ ስለ ዝርይዎ ሰብ እታ ዝገብራ ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝገብራ ዘሎ ክልተ ስተይ ሓሊፎም የንብብዎ እሞ ሓደ ግዜ ከምዘይተረድኦም ኮይኖም ኣክት ይገብሩ ምክንያቱ ክረብሕሉ ስለ ዝደልዩ እምበር ኢራናውያን ኣዝዮም ሶፊስቲኬትድ ህዝቢ እዮም እቲ ናቶም መርሕነት ታሪኻዊ እውን ኣዝዮም ብትምህርቲ ዝፀገበ ከምኡ ድማ ብሃገራውነት ዝፀገበ ልክዕ ማለት ንሞት ፍርህ ዘይብሎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክኽተሉ ዝኽእሉ ምዃኖም እናፈለጡ ንሃገሮምን ንህዝቦምን ዝቃለሱ መራሕቲ ዘለዉ በዚ ምክንያት ድማ እንታይ ኢሎም ይፅውዖም ኣሜሪካውያን ቴክኖክራትስ ወይ ከዓ ሬሊጂዮስ ፋናቲክስ ንሞት ዘይፈርሁ ፅሉላት እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ንነፍሱ ክመውሲ ንደቁ ገንዘቦም ክጎድል እንድሕር ኢሎሞ ፖሊሲ ዝቕይር ስለዚ ኣዝዮም ስሱዓት ብሂወቶም ጥራይ ዝግደሱ እምበር ብሃገር ዝግደሱ ይኮኑን በዓል ዶናልድ ትራምፕ ሃገር ንግደስ ኢና ዝበሉ ክሳብ ረብሓ ዘለዎም እምበር ጅቡኡ ክትጎድል ተጀሚራ ፖሊሳ ብከለ እዩ ዝቕይር ስለዚ ከምኡ ዓይነት መራሕቲ ይኮኑን ኣብ ኢራን ዘሎ ክሪኦ ከሎ ነቲ ዝኣምኑሉ ዕላማ ንኽሞቱ ድንብርእ ዘይብሉ መራሕቲ ምዃኖም በዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘገርሞ ዋላ በዓል ቬኔዙዌላ እውን ከምኡ ዓይነት ስለዘይረኸበ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ እዮም ዝብሉበት again these are very very important ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና ካልእ ኣብ ባይቶ ናይ ኢራን እውን እንትኾነ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብክፍሊት ከመይ ገይሩ ክግበር ከም ዝኽእል ሓድሽ ንትፍኢት እዮም ናብ ስራሕ ገጾም የስግርዎ Now, why does Iran want to collect this? Because it wants to charge tolls. It actually has been charging tolls around $1 to $2 per barrel. It had been doing that until that memorandum of understanding was basically signed. ለንቀለ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ቅራፍ በናና ረጊፁ እንታይ ኢሉ መስለኩም ነቲ ዕፅዋ ክጅምር ከለኹስ ብኡ ዝሓልፋ መራኽብሲ ንሕና ክንከላኸለለን ስለ ዝኾና 20% ፊ ነቲ ሰርቪስ ንሕና ንከላኸለለን ዘለና 20% ናይቲ ፅዕነተን ክኸፍላና ኣለወን ኢሉ ነይሩ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዚ ኢራናውያን ድማ ተቐበል ኣቢሎም ትኽክል ኣለኻ ሚስተር ፕሬዚደንት ነቲ ኩሉ ትገብረ ዘለካ ሰርቪስ ክትክፈል ዝቅበል እዩ 20% ግን ኣይብዛሕካዮ እንተ ኢሎም ቅድሚኡ ንሳቶም ግን ብኡ ትሓልፍ ነዳዲ ፅዕነት መርከብ ካብ ነፍሲ ወከፍ በርሚል ሓደ ክሳብ $2 ክትከፍል ከም ዘለዋ $2 ሚልዮን ንታንከር ድማ ክኸፍላ ብተፈላለየ መንገዲ ክሰርሕሉ ፀኒሖም እዮም ከፊለን ዝሓለፈ መራኽብ እውን ኣለዋ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብጌጋ ዝበሎ ነቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘሎ ስለዘዝተቐሎም ሕጂ ከም ቅቡል ገይሮም ወሲዶም እዮም and they are going to do this እዚ መንገዲ እዚ ድማ ንሓዋሩ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክቋፅሮ ስለ ዘኽእሎም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዝኸፈሉ ከፊሎም ከም ቅብልቲ ነገር ክገብርዋ ክፍትን እዮም ነዛ ነገር እዚኣ ዓለም ምስ ተቐበለታ በፍንጫ I'm telling you ሕውቲ ድማ ልክዕ ኣብ ቀይ ባሕሪ ክገብራ ክፍትን እዩ ድሮ ኣብቲ ማላጋ ስትሬት ዝበሃል ኢንዶኔዝያ ሓስብሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ኤቭሪባዲ ከምቲ ስዊስ ካናል ኣኽፊሎም ዘሕልፍዎ ዘለዉ እዚ ፀቢብ ናይ ማይ መፃብቦታት ምንጭ ናይ እቶት ክኸውን ይኽእል እዩ the day this happens ኤርትራ ዘይሓሰበትን ጌራ ክትረክብ ትኽእል እያ ኢና ንብል ግን ዘየለ ተስፋታት ክትገብሮ ይደልና ግን እቲ ኩነታት ሳዕ ክንደይ ይቃየር ከም ዘሎ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ እዚ እውን ኣድላይነት ኣለዎ ንምርድኡ ዝኣክል ማለት እዩ ብኩሉ መንገዲ ግን እናጠመትካዮ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ Hormuz. Washington reimposed its blockade of Iranian ports as Tehran announced the critical waterway closed until US ends its act of aggression. But more on this in our next story. For now, let's focus on Trump. He has now threatened to attack Iran's energy targets, power plants, bridges. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them hard tomorrow night. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበርትያ ካርሞም እየ ምናልባት ናይ ፀዓት መመንጨው ፀዓት ናይ ኢራን ንድሕሪ ዝበለ ቁሩብ ግዜ ክበየ እንተተኻልእ ግን ኩሉ ብብርቱዕ መንገዲ ክንሃርቦም ኢና ሎሚ ፅባሕ ኩሉ ግዜ ክንሃርቦም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ናይ ሰላም ዝነበረ ደሉዥንስ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ዝነበረ ሃዋህው ከይዱ ኣበይ ሕምሞም ብኸመይ ክንሃረም ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል እዩ ኮይኑ ዘሎ ቋንቋ anyway it's a very very difficult situation ማለት እዩ ንቐፅል tomorrow night. We're going to hit it very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. معلتو كنهرم ኢና ካብ መዓልትና መዓልቲ ድማ ትንሃርሞ ክብርትዕ እዩ
أبز مس زلوا سوم دم بفلوي أبتي ناي باور بلانتس ويكاز ناي ممنجو ناي ساعات كم هو نبين توتات زبالنا يوم كلهم كن حرب من يبلعلو مالت نتهاجر نمزيرو هم الساينايز بنزلوا كمتي حدا جزية كيتردو civilization كتفو يلستزاربه كم خجبر مقانيز نكرزلو إيرانويان أبز حجي أي رقم كانت فيديو تلا سري هم تلو كبكمي إيرانويان نفس أبز يخم هذا الرغبة الله صنع نتات جبراز الله بخمي كم زمن السولوسي نجيرهم ملو كذا this is going to be very very interesting نقول مثل كيت كلنا infrastructure ناتنا تحريم كا الله الرحمن الرحيم أمريكا جناية كبتري وزر لهم زي وهب قال نايتي RGC بحاليو تايز بلهم زلوا كبحجنا دحر تحقي عين بعين سن بسني كوني بولو لذي زخونا نجر قبل إعلاناتنا زور تحت غرتي كنا مالو سموحنا كرداكم خلاله لذي desalination plants تحريمكم كم كن حرمينا بنتون تحريمكم بنتو كن حرمينا زي تحرمت تحت غرتي كنا مالو سموحنا كرداكم خلاله there shouldn't be this حريم كاسو اللي كحنت نجر زي قات ما كان نجر كم زي بعض زانتا تودي عين بعين سن بسني عبزا قداي زي بلو سلازي أب قداي ناتنا متيو حريمو هنيو كت حرم زخيد نجرس كل يكونن يوم زلو وإلا خومتهم حجرات عربي تقداي so مودتا I think this one of the American the Islamic Republic invading a military of that country سلازي كلنا تيجي برزلو نعبنا كاب حنت هاجر زمان تنازلوا نتهاجرون إحنا كم خن جبرين يمزق زلوا كبيران كاب إمارات تبقسي وتدروا عيننا يعني وتدرت أمريكا ناب إيران قصوا ورر كايزن دحرقينه ني إمارات كن ورا مخانا كفلتلو الكويت كن ورا مخانا سلازي تتجبر نحن أنت ما كيتنا سبحان قوة هاجرات كم هاجرات كقطع يعني كسلان كاب حجي نقرأكم على ناي سلازي تم هاجرات they really need to think careful أبزي miscalculations قبروك ساعات عندي حركة فترة لهم كم زغل due to Iran's stability still remains intact سلازي مسألة أنت عنت متحبار تقبرك عبد ذكر داك ماله meaning all infrastructures in the region under the sea كله تتغرس أبتنا غرازو لدما ببرتو عيلنا إيران كرمن كهمشش المخانو كعب حجي أقدمنا نقرأكم علينا يومسو بزلو لذي again إيران قبروان يوم نختبر كفيديو because بزعق زين رياز لنا نعمل لنكنه عبد الكويت ناي ندادي أمريكا دي ولا إيران ناي الكويت زعموا تقولوا نبرة يكون ناي أسوار مخازن يكون كبيت حوي كابو كوسرينا لنا بس كم سوى شكل مثل زلمر تاك حد عبي علامة كم استعرمي أبحرينكم ناي إيران مسائلات حدا دحر حدا أبتمع عسكرات كورد كله استقطع فيديو له ስለዚህ كبت بالك كنا تافين رزلنا كبت سخنا كيناتن كبت سخنا وترني زلو إيرانويان دما we are telling you سبحان جو ويكتبلو كاب حجي يتتقبلوا وزلهم بخمي من قد كنا مال سموحنا كاب حجي كرداكم على يبرو مالو and تقول داي كمستري وزلهم كاريكم سلزلوه لذي حرب حدا نقول كن هرمنا بلا دونالد ترامب تغير ودما إيران أتفاكم كمال سموحنا من يقولوا raised the possibility of a ground campaign, but he was vague about the specifics. For months, he had openly threatened to take Iran's Kharg Island. It's Iran's main oil export terminal. Saying you'll take an island is the easy part. Actually, putting troops ashore is where reality starts asking the difficult questions. Amphibious invasions aren't just risky. They're among the hardest military operations ever attempted. There are only so many beaches suitable for a landing, which means Iranian forces know exactly where to prepare. They can mine the approach, block landing routes, and turn the shoreline into a firing range with drones, artillery, mortars, and infantry. انتاينا نسمى زلنا قرا حكي تي حنت كابتن تزرب زلو عبتدك كام زيا كاك ايلاند تبحال دسيت انديا زاد دسيت زيا قداسي دسيتيا امريكان دونالد ترامب عندما مزعباك نوي هو انت زاريبا مالو ابزيا بوتا زيا كم قليلكا موراد يكون تلاقميلا تقبرت خلي خاصو إذا بوتا زقب سراوي كأو مساقمت كأزي كبيت زخون حتوتات يزفتر بخمي من قدك تعقب أدخل هذا إذا بوتا زي سلايك ما زخم زخل نيراناويان زي أبزخون يكون قزيزة حسبوي سلازنا تسألعي أبي بوتا كالصبرة تخل بينا من قدك تعرم تخل انتا كتقبرة تخل زي نبزع قزي زدقاق موافير مياهي تيك قبرهم زخل لك كم عدخا
أدخل صلاحك ما تأكد زخل مخالط فلت نحن كل جزء أنت كتقبل تغلط صلاحها كل جزء غتفل تفر على بلانات كل وقت يخلي سلازي نأمريكا قال ليه زي كونه أتجمع فترة لا يمزلوا زلوا دونالد ترامب لما تردي وصلوا زلوا ينزل قداي زيها جوبا زخلا زل من قالنا قرت تغيروا أنت تقدم بس conventional كينات زخانة مجبرة أبسي هيجين هيكون نابو كابو عصب بيورا رفيق قاب زلوا بتتاز قبروا زلوا يرلو نزغلو درونات أب جوردان زلوا بيزات أب بحرين زلوا بيزات زهرم زلوا ناس سعودية استهرمي نعوك تكلاخلت زي كيل كاس كمي غير كها حدش بيز فتر كها تكلاخلت سلازي again التمكلخال كسع كندو زواج أنا يرتزقه ون إيران كسع جاي محلوات ويون إسرائيل ون أبنكساتو زنبرت تطوعي مبلتو تاني مالتي يوم زربات هذياتهم كتزارب لهم طعمات كون غليم يوم زبلزل أبايتا كتتبرم دونالد ترامب زلزلو نخرخبو كبيت كون غليو كبد ما أبزربات راديو كنا بتكبر ونزر زلو أن نايلاست أبزون كنتريو بتم كيلاتات جرما. To American political scientist John Mearsheimer and understand the latest US-Iran escalation. Is this the classic escalation trap, Mr. Mearsheimer? Good evening and thank you for speaking with us here at CNN News 18. My first question to you is, has Donald Trump got caught in an escalation trap? I think there's no question about that. The problem that President Trump faces is that the United States has lost this war. And if we go back to the Memorandum of Understanding that was signed on June 17th, this was the memorandum that looked like it was going to end the war. It was basically a surrender document. The United States gave in to Iran on every point. In other words, Iran won on every point. And the reason is that the United States did not have a military strategy to defeat Iran. Now, what's happened since June 17th is that the United States tried to open a separate channel in the Persian Gulf through the Strait of Hormuz that the Iranians refused to accept. So we've now got back to a situation. أنت يوم زبل وزلو إيران دونالد ترامسي ناب مفنتران إيران أتيلو ديو كما يخطروا يزال عن زوج دايز مز حدش مقبالتات مزبلو بركز حتى يقولون دونالد ترامب أما فنترات يخم زليلو مجمريا إلا تأثرت شوعات ورحش دش تستفرمي MOU في سويسرلاند السو نتكوينات كوردو كم زغل سبت صاغيريو الدوكومنت التفرارمولو ان تاريخ يلو أمريكا بوقعي تمار خلو زنبرة دوكومنتيلو أب نفسه كفنت بي أبن زنبرة بمولان إيران تدليه يزقبر نيرو أمريكا دليتات كبيرة نا إيران دليتات كتكبيرة إلى تفراري بايلو سلازي دونالد ترامب تسعيرو كهدم كم زدليه تدوكومنت زقلز نيرو مسفر مقن سعرت مقبال كبيس لزغنة دونالد ترامب دمانتك ألزاتو كتكبيرو سلز خبرو